السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. وحشتوني جدا، بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات، بس ان شاء الله هنبدأ مع بعض تاني. بس يا ريت تشجعوني ونضغط لايك ونعمل اشتراك في القناة اللي مشتركش، عشان القناة دي تكبر ان شاء الله ونكبر مع بعض ونبقى عيلة واحدة. رحت السوق النهاردة، تعالوا موريكم عملت ايه وجبت ايه بالاسعار. يلا بينا نبدأ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نسمي الله ونبدأ الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت النهاردة الخيار سعره حلو قوي النهاردة عن السوق اللي فات طبعا، والسوق اللي قبله كان ب20 وب25. انا النهاردة جبته ب15 جنيه. النوع ده كان فيه نوع تاني اللي هو ايه، تخين شوية ولونه مصفر كده مدي على صفار، انما الاخضر خالص ده واللي هو طويل ورفيع ده بيقولوا مستورد، انما التاني فلاحي. بس ده جميل قوي والله، ونفسه حلو قوي وحتى طعمه حلو. جبت هنا تاني الفلفل الاحمر. الفلفل الاحمر كان مالي السوق النهارده، كان سعره 10 جنيه. بس انا بقى ايه، فصلت يا جماعه، انا جبته ب8 جنيه. جبت الكيلو وربع ب10. وانا شاطره اصلا، انا شاطره. عامه انا ما فصلتش ولا حاجه، لقيت الراجل انا واقفه عليه بيقول لي بدل 10 تعالي خديه ب8. قلت له تمام. جبت بقى كيلو اهوت من الاحمر عشان هنعمل بيه مخلل، هتشوفوا في الفيديو هنعمل مخلل ايه. وجبت تاني اللي هو الفلفل بقى الاخضر اللي احنا بنستعمله بقى في الاكل العادي، في السلطات، في كده. جبت نص كيلو يا دوب بس على قدي، لان هو بيفيض عندي اصلا، نص كيلو ده كمان بيفيض. فجبت نص كيلو. بصوا الفلفل على بال ما جيت من السوق كان احمر ازاي، بص بدأ يحمر ازاي. الفلفل ده اوانه، وده الفلفل اللي هو يعني في الوقت ده الفلفل بيحمر. بص لقيت قرن فلفل احمر يا دوب جيت من السوق، بس مكملتش نص ساعة، والتاني الفلفل كمان بدأ يحمر اهو. فانا عشان حطيته في التلاجة على طول عشان ما يحمرش بقى، لان لو كنت سبت شوية كمان كان هيحمر يبقى احمر، وانا عايزاه الاخضر كده. جبت البطاطس، كيلو البطاطس عامل 10 جنيه. البطاطس دي شيبسي يا جماعة، اللي هي ايه، ام عين حمرا. الراجل اللي انا بجيب منه ده بصراحة البطاطس بتاعته حلوة، ما بغيروش، لانه البطاطس دايما بتاعته، ولا بيجيبها اللي هي مسكرة بقى، ولا اللي هي يعني بتتحرق، اللي هي اللي بتحمر على طول في الزيت دي، ولا حاجة. لا الراجل ده بجيب منه حاجته بصراحة مضمونة، يعني البطاطس على طول حلوة. ب10 جنيه حلوة يعني. هي عامة كانت أقل من كده بس بدأت تغلى. بس 10 حلو، ربنا يهدي الدنيا كده. الطماطم كانت رخيصة قوي في السوق، بس ما كانتش حلوة خالص، كانت كلها مسوسة وكانت كلها خضرة. فلقيت ده هو بيعتبر واحد بس والله اللي كان معاه طماطم حلوة. انا السوق بتاعنا على يعني ما بقاش مش كبير قوي، لان بلد ارياف، فالسوق صغير برضو. فده الوحيد اللي كان معاه البطاطس الطماطم حلوة، كانت الكيلو ونص. بصوا بتلمع وحلوة ازاي، حتى ما فيش فيها سوسة ولا طرية ولا حاجة، جت جامدة. واللي هي ملحمة اللي فيها اللحم دي مش فيها، مش كلها مية، لا حلوة، نوعها حلو. كانت الكيلو ونص ب10. فانا بقى ايه، جبت تاني برضو طماطم تانية من اللي هي اللي انا بقولكوا عليها اللي كانت في السوق. جبت 2 كيلو، ال2 كيلو دول ب5. كانت انا لقيت بقى الصغيرة عشان تبقى حلوة، لانها كانت كلها سوسة، فيها سوسة كده من جوه وطرية وصفرة. فانا لقيت اللي على قد ما اقدر الحمرة، فلقيت اللي هي الحلوة اللي هي اعرف اعملها على طول كانت الصغيرة اللي انتوا شايفينها دي. قلت صغيرة صغيرة، اهم حاجة ان انا هفرمها اصلا وهعملها ايه، احطها في التلاجة ان انا طول الاسبوع اعمل منها مثلا طبيخ مكرونه، بتاع ده، المحشي. فقلت حلو. انا مسافه ما خلصت الفيديو رحت داخله على الحوض على طول عاملاها وحطيتها وسبكتها وحطيت لها البصل بتاعها وكل حاجه، ورحت حطها ايه تبرد وحطيتها في التلاجة. بص الليمون بقى يا جماعه، بصوا انا جبت الليمون ده عشان انا هخلله معاكم في القناه، بس تشجعوني كده، انا عايزه ايه، تشجيع، عايزه لايكات كتير، لايكات كتير على الفيديو، انا عايزاه يكبر كده والقناه تكبر بيكم كده يا جماعه ان شاء الله. بصوا الليمون حلو ازاي. كنت جايبه كيلو اللي على الوش ده، كيلو ب10، وفي تحت الكيلو ونص ب10، يعني دول كده الاتنين كيلو ونص ب25 جنيه. جبت معاهم بقى كيلو الفلفل ده عشان هنخلله بالفلفل الاحمر ده، وجبت برضو نص كيلو شطه، من اللي هي بتاعه الفلاحين دي، معضمه وحلوه وكبيره وحلوه، عشان هنحطها في قلب البرطمان برضو. تابعوا معايا الفيديوهات الجايه ان شاء الله هتعجبكم، والقناه تعجبكم باذن الله.
هنا بقى جبت البتنجان. البتنجان كان الكيلو عامل كيلو ونص ب10 ساعة ما انا كنت رايحة. كان الصبح خالص كان ب10 وكيلو وربع، فانا كنت رايحة الساعة 9:30 كده، كان الكيلو ونص، فانا جبته ب5. لانها هي خالتي يعني، مش شاطرة مني ولا حاجة، مش بفاصل يا جماعة والله. بس هي بتيجي بالتسهيل كده. بص بقى، دي البتنجانة الكبيرة، فانا بحوشها عن الصغيرة، لان انا جايبة كيلو بتنجان من اللي هو بتاع القلية الكبير، وكيلو من اللي بتاع المحشي اللي هو الصغير. فانا حطيتهم الاتنين، هي حطتهم لي كلهم في كيسة واحدة، فانا بنقضهم بقى معاكم اهوت عشان ده يبقى لوحده وده يبقى لوحده. جبت كيلو يا دوب على قدي، لان انا يعتبر انا اللي باكل لوحدي والله. انا ولادي صغيرين ما بياكلش ولا بيشجعوني على الاكل، ولا بيفتحوا نفسي على الاكل، بياكلوش، اكلهم ضعيف قوي. فانا جبت البتنجان كيلو بتنجان ده هيفيد منه كمان، انا عارفه. بس انا اعمل ايه يعني؟ ما اكلش محشي يعني؟ هم عشان ما بياكلوش هيسدوا نفسي عن الاكل مثلا؟ هاكل وخلاص. فالجوز يا جماعه مغترب، هو مش موجود معانا. ربنا يجمعنا انا وهو على خير، وولادنا يا رب اللهم امين. ويبارك لنا في ولادنا، ويبارك لكم في اولادكم يا رب اللهم امين يا رب العالمين. فهنا بقى ايه؟ جبت البهارات اللي ناقصاني. انا روحت عند بتاع البهارات، جبت منه الحاجه اللي ناقصاني. جبت هنا كيسين ملح، الكيس هنا عامل الاتنين عاملين 5 جنيه. في المحل قدامنا الكيس عامل 4 جنيه، ففي السوق يعتبر ارخص شوية. المكرونة برضو الكيس عامل 10، في المحل انا جبته الكيس عامل 9 جنيه. اداني بقية الفلوس مرق الدجاج. هنا دبس رمان عامل 25 جنيه. انا بحتاجه في التتبيلات وكده، انتوا عارفين بيبقى حلو في تتبيلات الفراخ واللون. ده كيسين المرقة اللي انا قلت لكم عليهم. ده 5 جنيه. بهارات بطاطس من تيستي، جميلة قوي، طعمها حلو قوي، بتخلي البطاطس طعمها حلو وريحتها حلوة، حتى ممكن احطها على الفشار. هنا توم بودر وبصل بودر مع بعض، انا بجيب ب5 جنيه بحطهم على بعض، لان يعتبر كل التتبيلات بنعوز توم بودر بصل بودر، فانا بقى ايه بستسهل واجيبه يعني على بعضه وخلاص. ده ب10 جنيه فلفل اسود. الفلفل الاسود والكمون بحب اجيبه مطحنهم هنا في المطحنة عندي، لان بيبقى طبعا زي ما انتم عارفين الحاجة اللي في البيت مضمونة، بيبقى ماهيش مخلوطة بحاجة، او حتى لو فيها تراب او فيها عفار او حاجة، فانا بنضفه بعدين اطحنه، بيبقى حلو وريحته حلوة ومضمون. الله على الملوخية الخضراء، الله بصوا بتلمع ازاي، بصوا عشان في اوانها، بصوا جميلة ازاي. انا جبت بقى ايه، الملوخية دي مش شاريها بصراحة، دي سلفتي هي اللي اديتها لي. فالحبة دول انا هعملها النهاردة عشان انا بعشق الملوخية الخضراء والله يا جماعة، بعشق الملوخية الخضراء. بصوا عاملة ازاي، بصوا بتلمع ازاي. يلا بقى تعالوا نعملها مع بعض، بس مش في الفيديو ده، هنعملها في فيديو تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو وتزهقوا مني وكده يعني. انا عايزاكم تضغطوا لايك وتتابعوا معايا الفيديوهات الجاية. باي.